السلام عليكم طلاب. شرح محاضرة الأورال سيرجري. عندنا محاضرة اللوكال أنستيزيا. طبعا اللوكال أنستيزيا defined as loss of sensation and circumscribed area of the body caused by inhibition of the conduction process and the peripheral nerves. يعني هسه احنا لهنا انه شنو فهمنا من هذا التعريف، انه بشكل عام اللوكال أنستيزيا الشغل مالتها انه ما راح نخلي التخدير الموضعي بكذا مكان احنا نريد نشتغل على الاوبراتيف فيلد مالتنا او المكان التارجت اللي احنا نريد نشتغل عليه يكون منطقة محصورة. يعني مثلا عندنا فد سن فلاني نريد نقلعه، احنا ما يعني ننجبر انه نخدر الشخص كله بشكل عام ويدخل بحالة لا وعي، لا نريد نخدر فد مكان معين على مود نوصل يعني الوضعية انه احنا نخليه يخسر الاحساس بالألم بس ما نخليه يخسر الاحساس بنفسه كلها، بحيث يعني يدخل وضعية مثل النوم. فعلى العموم هذا الفعل مال اللوكال انستيزيا يتم عن طريق انه inhibition of the conduction process in the peripheral nerves. يعني احنا راح نمنع ايصال الاعازات العصبية عن طريق هي اللوكال انستيزيا. يعني هاي شغلتها انه الاعصاب المحيطة بالمنطقة اللي احنا بدنا نشتغل بيها حرفيا راح تنطفي بشكل مؤقت اهم شيء، والمدة كافية على مود نقدر نحقق النتيجة اللي نريدها او الشغل اللي نريد نسويه بوقت قياسي، وبنفس الوقت ما يحس البيشنت باي الم. زين. loss of sensation without inducing loss of consciousness، يعني قلت انه اهم شيء انه المفروض الشخص راح يخسر او يفقد الاحساس بالالم وكذلك اللمس، او يعني انت من راح تطخه ما راح يحس بهذا المكان اللي انت خدرته. فبالتالي اهم شغله هماتين انه احنا ما نوصل لمرحله انه ندخل البيشنت بحاله لا وعي او ندخله بحاله اللي هي الجنرال انستيزيا، هاي دائما لازم نتجنبها. local anesthesia differs dramatically from general anesthesia، يعني التخدير الموضعي يختلف كليا عن التخدير العام، واللي هو قلنا يختلف عن شغله واحده اللي هي قلنا اللي هي اساسيه. يعني طبعا هواي شغلات اكو ثانيه اللي هي وعي الشخص نفسه. التخدير الموضعي انه الشخص ما يفقد وعيه، بالتخدير الكامل او التام او العام راح يفقد وعيه تماما. Teeth extraction and many dental procedures are both painful and prolonged and should be performed without pain by using a local anesthesia. يعني بشكل عام قلع الأسنان والعديد من الأمور اللي احنا نسويها بطب الأسنان من جراحات وغيره المفروض تكون مؤلمة. طبعا هذا بغض النظر يعني عن يعني البروسيجر نفسه، الادوات هي احنا اللي بدنا نستخدمها بحد ذاتها تكون شارب، فبالتالي تسبب هذا الالم. وعدا هذا تكون مطوله لان انت تستخدم اكثر من اداه، واحيانا يعني الشغل يحتاج له تايم معين على مود الماتيريال اللي انت تشتغل بها، احتمال يحتاج لها وقت يعني بين ما تسيت وكذا. هاي طبعا باذر دنتال بروسيجر عدا القلع يعني. وطبعا it should be performed without pain by using a local anesthesia. وهاي كلها طبعا على مود انه نتجنب نخلي مالتنا البيشنت يحس بألم، لازم نستخدم التخدير الموضعي. Many methods are used to induce local anesthesia. Only those methods or substances that induce a transient and completely reversible state of anesthesia. يعني هو بصراحة اكو هواية مواد متوفرة حاليا تخلينا نوصل لللوكال انستيزيا او التخدير الموضعي، وبعض هاي المواد لازم تكون تتميز بخصائص اللي هي شغلتين، انه تكون ترانسنت يعني تكون سريعة الزوال، او انه التأثير المفعول مالتها ما يكون بيرمننت، يعني ما تسوي اي دمج للنرف مالتنا، فيعني يكون شيء مؤقت على قد الاكستراكشن او على قد البروسيجر اللي نسويه، وما يصير اي كومبليكيشن بوست اوبراتيفلي. وعندنا completely reversible state of anesthesia، يعني انه شخص بعد ما يتعافى من حالة التخدير المفروض يحس انه هو رجع يحس بالألم ورجع يحس بالإحساس اللي نقصد به اللمس. have application in clinical practice، يعني هو بشكل عام هذا راح نستخدمه بالعيادات الخاصة او العامة. Local anesthesia as known today began with a German chemist Albert Neumann اللي هو سنة 1860. طبعا هو موضوع اللوكال انستيزيا بشكل عام او التخدير الموضعي بدأ تحديدا من قبل عالم كيميائي اللي هو اصله الماني اللي نسميه ألبرت نومان سنة 1860، اللي هو successfully isolated the active principle of coca leaf. he named it cocaine، يعني استخدم ورقة الكوكا بحد ذاتها وحاول انه يفصل بيها فد مركب فعال اللي نسميه احنا الكوكايين، اللي هو كان يستخدمه بذاك الوقت على مود يعني يخدر البيشنت مالته ويقدر يشتغل مالته الدنتال بروسيجر. وطبعا هو الكوكايين يعتبر بهاي الحالة سيديتيف تقريبا، لان هسه من راح اجي بيجاوب الشرح راح تعرفون شو قصدي بالسيديتيف
يعني anesthesia. زين. In 1898 Professor Heinrich Braun introduced brocaine as the first derivative of cocaine. يعني بسنة 1898 عندنا فد بروفيسور اسمه هنريخ برون اللي هو عرفنا على فد مادة اسمها بروكاين. طبعا اسمها كلش قريب على الكوكايين. ليش؟ لأنه أصلا هذا derivative أو مشتق من الكوكايين نفسه which is known as the first synthetic local anesthetic drug. يعني اللي هو احنا راح نعتبره أول تخدير موضعي نستخدمه احنا بالتاريخ كله. ليش؟ لأن هذا الفوق يعني هو يعتبر مادة انه صح مادتين مخدرة لكن مو لوكال. هاي يعني اتصور كان يقصد بيها انه بشكل عام مادة تعطي سيديتيف انستيزيا اللي هي تخلي الشخص يحس براحة بحيث يمنع الألم. بس هاي المادة هي فصلها او ديريفيتيف من الكوكايين اسمها البروكاين اللي راح تعتبر هنا بحد ذاتها اول مادة تعتبر لوكال انستيتيك دراج انه راح نستخدمها على مكان محصور بجهة يعني مثلا على سن معين ونمنع الألم من عنده. لا ذيك كانت يعني حرفيا mental state اللي هي الكوكا ليف او الكوكايين نفسه بحد ذاته بوحده بدون ديريفيتيف. هذا كان يعني على المنتل كله بحيث يعني المفروض هو ما يحس بألم بعض اجزائه بس اتوقع يظل كونشس. زين. In 1940 the first modern local anesthetic agent was introduced and known as lidocaine, trade name Xalocaine. طبعا بسنة 1940 اول يعني تخدير موضعي نعرف عندنا اللي هو الليدوكين. طبعا المفروض لحد الان بعدهم دا يستخدموه. الاسم التجاري او التريد نيم مالته اللي هو الزالوكين. It relieves pain during the dental surgeries and it produces the desired anesthetic effect for several hours. يعني يعتبر هو من اكثر المواد اللي راح تخلي الالم شبه معدوم. ممكن يحس يعني فد بشغلات بسيطة ضغط او غيره. The dental surgeries and produces the desired anesthetic effect for several hours. يعني هو يستخدموه غالبا بالdental surgeries بشكل عام قلع وغيره ومن الامور البروسيجرات الاخرى يعني اي عملية بالوجه بشكل عام. وهماتين بنفس الوقت راح يعطينا التأثير اللي احنا نريده لمدة ساعات حسب البروسيجر اللي احنا دا نسويه. زين طلاب عندنا هنا بعض المصطلحات اللي هي terminologies. عندنا اول شغلة اللي هي البين. اول شيء اخذنا البين ليست هسه راح ناخذ البين. زين. According to the World Health Organization اللي هي الهو اختصارها pain is defined as an unpleasant sensation that occurs from imminent tissue damage. يعني بشكل عام راح منظمة الصحة العالمية عرفت الألم على شغلة انه هي عبارة عن شعور غير مريح على الإطلاق يحدث على يعني يحدث على أثر شغلة انه احنا قريبين من حدوث في التيشو دامج. يعني راح يصير ضرر للجسم بشكل عام او النسيج او حتى ممكن فد عضو معين. فبالتالي من يحس الجسم انه على وشك انه يتعرض لكذا خطر راح نحس بهذا الشعور غير مريح اللي هو الألم. From physiological perspective اما من الناحية الفسيولوجية pain is a warning system. هو راح يعتبر جهاز انذار بحد ذاته. During dental treatment patients will experience pain as something unpleasant. يعني بشكل عام هو مو بس بالdental experience راح نعتبره انه اقصد الدنتال بروسيجر راح نعتبر البين هو شغله unpleasant. اكيد حتى بحياتنا اليوميه يعتبر البين هو شغله unpleasant. فعندنا هنا مصطلحين كذلك الانالجيزيا والانستيزيا. باختصار عندنا الانالجيزيا هي loss of pain فقدان الشعور بالالم فقط. اما الانستيزيا هي فقدان الشعور باللمس او السنسيشن بشكل عام الاحساس. و loss of pain راح نفقد الشعور بالالم. فيعني هاي هنا شغله عندنا loss of pain هنا الاحساس وكذلك الالم. In dentistry, local anesthesia is used to permit the performance of surgery or other painful procedures with no pain. يعني استخدام اللوكال anesthesia بالدنتال surgeries بشكل عام هو الفائدة منه شغلة واحدة انه احنا راح نشتغل على البيشنت مالتنا بدون ما يحس بأي ألم. زين. ان البارستيزيا او اللي هو التنميل alter sensation او tingling such as when a local anesthesia is started to work or its effect is wearing off or when a damaged nerve is regenerated. يعني البارستيزيا راح نعرفها على اساس التنميل. التنميل هو شنو؟ هو بشكل عام انت راح تحس بالمنطقة اللي تم تخديرها او زال من عندها التخدير. يعني هسه دا يزول التخدير او هسه دا ياخذ مفعوله راح تحس اكو فد شي دا يتحرك او انه انت دا تحس المنطقة كأنما الدم بالقوة دا يمشي بيها. يعني دا تحس اكو فد نمل حرفيا دا يتحرك بالمنطقة هاي لها سبب سميناه تنميل. فبالتالي هو هذا الشيء راح يحدث عدة
اسباب اللي هي ثلاثة، يا اما الانستيزيا بدأت تشتغل توها، يا اما تأثير الانستيزيا دا يروح، او انه عندنا فد كان عصب متضرر وهذا العصب رجع تشافى، فبالتالي راح نحس بهذا الشعور مال التنميل. The effect of local anesthetics on nerve fiber has been shown to be dependent on، يعني بشكل عام عندنا اللوكال انستيزيا على الليف العصبي بشكل عام راح يكون معتمد على عدة امور. The duration of exposure of local anesthesia، يعني مدة تعرضك للتخدير الموضعي هذا، والكونسنتريشن والتركيز مال اللوكال انستيزيا، والفوليوم اوف ذا سولوشن وكمية او حجم المحلول اللي احنا دا نستخدمه ويا الانستيزيا بحد ذاتها. يعني هي مجرد فد شغلة من خلالها الانستيزيا او الكونسنتريشن هذا نخليها بهذا السوليوشن على مود تفوت للجسم وتتوالم وتعطي الافكت مالتها. زين، properties او requirements desirable for ideal local anesthetic، يعني شنو الكاركترستكس مال الايديال anesthesia او local anesthesia. It should not be irritant to the tissue to which it's applied، يعني بشكل عام هي ما المفروض انه من نخليها على التشيو هذا او ندخلها للتشيو هذا نحس انه تسوي irritation او يعني تسوي فد ردة فعل غير مستحبة، انه هذا التشيو راح يعطي ردة فعل تحسسية. احنا ما نريد هذا الشيء ابد، المفروض تكون ما باي ردة فعل تحسس. It should not cause any permanent alteration of nerve structure، المفروض انه من احنا راح نحطها بهذا النيرف ونحاول نحصل هذا الافكت ما تسبب اي ضرر للنيرف ستراكشر او تغير بيه شيء. Its systematic toxicity should be low، هي يعني بشكل عام راح تعتبر صح سامة، خصوصا من تزيد عدد الكربولات، بس بشكل عام المفروض تكون مالتها التوكسيسيتي لو على مود تسوي avoid any complication. The time of onset of anesthesia should be as short as possible، يعني الأونست هنا نقصد بيه انه ايش وقت يبدأ المفعول مالتنا، يلا انه يعني خلاص يعني حصل على الديزايرد افكت مالتنا، فيعني المقصد زين فمن نوصل للديزايرد افكت مالتنا يعني معناته انه التأثير بدأ عندنا اللي احنا كنا نريده اللي هو التخدير، فبالتالي هذا التايم اوف اونست. بينما الدروشن اوف اكشن يعني بعد التايم اوف اونست كان سريع، تبقى الدروشن او المدة مال هذا التأثير مال الانستيزيا يكون طويل على قد الدنتال بروسيجر اللي احنا دا نسويه. يعني انه انت التايم اوف اونست ايش وقت ما يبدأ التأثير بدايته المفروض يكون سريع، بينما الدروشن او مدة التأثير على ما يزول مفروض كفاية على مود نقدر نسوي مالتنا الدنتال بروسيجر على راحتنا. فيعني it should be relatively free from producing allergic reactions، وهماتين يعني شغلة ثانية المفروض انه ما يعطي اي ردة فعل تحسسية او اي allergy. It should be stable in solution and should readily undergo biotransformation in the body، يعني بشكل عام لازم يكون هذا المحلول اللي عن طريق الانستيزيا تكون خلاله تفوت او يعني عن خلاله يتم نقلها يعني هو عن طريق هذا الفلويد يتم نقل الانستيزيا للتشيو، مفروض تكون بشكل عام هذا المحلول يصير له بايو ترانسفورميشن، يعني انه يتداور بين الخلايا او بالجسم حتى يصير له الميتابوليزم ويروح هذا الافكت مال الانستيزيا. it should be sterile، يعني المفروض الكربولة مالتنا والنيدل او طريقة انه انت الكونتينر مالتها نفسها الانستيزيا تكون بمكان ستيرايل، ما لازم يكون بيها اي مايكروبس على مود لا تسوي اي انفكشن. زين، the systemic toxicity is a great point of importance because all injectable and most topical local anesthetics are eventually absorbed from their site of administration into the cardiovascular system. يعني بشكل عام انه الانستيزيا اكثر شغلة مهمة بيها السمية مالتها. ليش؟ لانه كل الانستيزيا اللي تكون عندنا يا اما انجكتبل او يا اما تكون توبيكال، يعني انه تكون يا اما عن طريق نيدل انه تدخلها للتشو او يا اما عن طريق يعني فد انستيزيا موضعية انه مثل حالها حال السان كريم، ممكن هنا تكون بها توكسيسيتي معينة. ليش؟ لانه هاي اول تالي راح يتم امتصاصها من الجسم من المكان اللي انت خليت بيه المادة المخدرة، وراح تروح علما للكارديوفاسكولار سيستم، وبالتالي عن طريق الكارديوفاسكولار سيستم راح تنتشر الى جميع انحاء الجسم، وممكن اذا كانت توكسيك راح تسبب لنا ضرر معين.
Several of the more potent injectable local anesthetics, example brocaine, mipafekine, proved to be relatively ineffective when applied topically to mucous membrane. يعني عندنا العديد من المواد اللي هي تعتبر بشكل عام عندها القابلية على إحداث تأثير موضعي للتخدير، مثل هذين المواد اللي هي بروكاين والميبافكين. تم إثبات إنه بشكل عام أو نسبيا إنه هي تكون مو فعالة من انت تخليها بشكل موضعي على الميوكس ممبرين. يعني اذا انت رايد تخليها على المكان اللي قبل لا تخلي النيدل مال اللوكال انستيزيا، يعني مثلا بعض العيادات ما يجي يدخل النيدل رأسا بالمكان اللي يريد يخدره، يحط توبيكال ابلاينس على مود يتجنب انه البيشنت يحس بالالم حتى من النيدل نفسها، او ممكن تخلي هذا التوبيكال ابلاينس على مود تعتبره هو اصلا مالتك اللوكال انستيزيا. فيعني هنا هاي المواد تعتبر انه نوعا ما عندها القابلية على انه يتم استخدامها كلوكال انستيزيا توبيكلي، بس injectable عادي يعني تقدر تستخدمها. To be effective as topical anesthetics, these drugs must be applied in concentrations that prove to be locally irritant to tissues while increasing the risk of systemic toxicity. يعني إذا أنت رايد هاي المواد تخليها يتم وضعها بشكل موضعي وتحصل على التأثير التخدير مالتها بشكل موضعي، لازم تضطر تزيد التركيز مالتها، اللي هو بنتيجة إيش راح يسويها؟ راح يسويها locally irritant، يعني بالمكان اللي خليت بيه هذا الانستيزيا بشكل موضعي راح تصير مهيجة للمكان اللي خليته بيه، وعدا هذا increasing the risk of systemic toxicity راح تزيد النسبة مال انه انت يصير عندك فد systemic toxic او يعني فد سم يصير بالجسم بشكل عام لانه انت زيت الكونسنتريشن. فعندك الليدوكين on the other hand is effective anesthetic when administered by injection or topical application in clinically acceptable concentrations. يعني عندنا المادة اللي هي الليدوكين تعتبر بشكل عام انه هي المادة الفعالة كinjectable local anesthesia وكذلك كتوبيكال application بشكل عام. يعني انه هي المادة المثالية ليش؟ انه تحطها بكميات معقولة من التركيز وما تسبب عندك اي توكسيك افكت، على عكس هذني المادتين اللي حكيت عليها قبل شوية. وعندنا هماتين clinical duration of the action does vary considerably among drugs and also among different preparations of the same drug as well as by the type of injection administered. يعني انه عندنا بشكل عام مدة هذا الدراج او الدروشن مالته مو الاونست راح يكون مختلف، يعني شو وقت يزول التأثير مالته يطول. احنا قلنا المفروض يكون يطول كفاية، بس مرات يختلف هذا المدة مالته تبعا من الادوية اللي احنا او العقاقير اللي نستخدمها بالتخدير، وهماتين تبعا للشغل مالتك اللي انت تريد تشتغل على نفس الدواء. يعني انت حسب المكان اللي بدك تخدره، وتايب اوف انجكشن ادمنسترد يعني نوع الحقنه او انه الطريقه اللي انت تريد توصل بيها الدواء للجسم. مثلا نيرف بلوك فيرسس سوبرا بيروستيال، يعني يختلف من نيرف لنيرف. The duration of anesthesia necessary to complete a procedure that is major consideration in the selection of local anesthetic. يعني بشكل عام المدة مال الانستيزيا واختيارك للمدة مال الانستيزيا نفسها هي تعتبر كل شغلة مهمة على مود تكمل الدنتال بروسيجر مالتك بشكل مثالي. فلازم تخليها بالحسبان انه انت تختار لازم لوكال انستيزيا المناسبة، خصوصا من ناحية الدروشن او المدة. زين indications of local anesthesia، ايش وقت انه احنا نستخدم اللوكال anesthesia. Local anesthesia is indicated in almost all the dental procedures. It's used to render the teeth, the supporting tissues and associated structures insensitive to painful stimuli. يعني انه بشكل عام احنا راح نستخدم الانستيزيا تقريبا بكل الشغلات مال طب الاسنان. يعني اي شغلة تجيك حالة للعيادة المفروض ان تريد تشتغلها لازم يكون بيها تخدير، تقريبا مو كلها. فاحنا نستخدمها على مود نهيئ الاسنان والسبورتنج تيشيو بشكل عام والاسوشيتد ستراكشرز، يعني يعني ستراكشرز المحيطه بهذا المكان اللي انت تريد تشتغل به، انه نهيئها تكون غير يعني حساسه للالم اللي ممكن راح يصير بعد هذا الدنتال بروسيجر. فاحنا هذني الثلاث امور مهمه اللي هي render the teeth او the supporting tissues وال associated structures، انه تكون متهيئه للبين اللي ممكن نحسه بهذا المكان فاحنا نخدره. زين
diagnostic تعتبر اللوكال انستيزيا من اكثر الامور اللي ممكن يتم استخدامها على مود التشخيص، رغم هي شغله غريبه تبين، بس هسه راح تبين فائدتها. administration of LA اللي هي اختصار اللوكال انستيزيا can be a useful way of finding the source of patient's pain. ليش؟ احنا راح نعتبرها يعني من احد الادوات التشخيصيه انه تخلي البيشنت مالتك يتعرف على مكان الالم مالته. شلون؟ انه عندك احيانا the pain of the pulpitis which can be very difficult for both the patient and the dentist to isolate. يعني انت اذا تجي للحقيقه انه البلبايتس والالم مالته كلش قوي، فبالتالي انت كل الصعب تميز بيه كالبيشنت هو نفسه صاحب الالم وانت كدنتست، على مود انت تميز بينه وبين شغله ثانيه موجوده ممكن مالته الاورال كافيتي because of its tendency to be referred to other parts of the mouth or face. البلبايتس الألم مالته راح يكون عنده شعور يخلي الألم ممكن يمتد إلى الأورال كافيتي بشكل عام أو حتى بالوجه. So LA can differentiate between maxillary and mandibular sources. يعني استخدام اللوكال انستيزيا راح يخليك على الأقل تميز بين الماكسيلا وبين الماندبل and even between individual upper teeth provided they are not immediately adjacent. يعني هماتين ممكن يخليك تميز بين الاسنان الادجيسنت بنفس الارش اللي هو الابر تيث، ممكن على سبيل المثال عن طريق استخدام الفلتريشن ميثود اللي عندنا بلوك والانفلتريشن. فعن طريق الانفلتريشن ممكن انت راح تميز بين سن وسن اللي هن يعتبرون نوعا ما adjacent. Another example is a patient with myofascial pain. يعني عندنا نوع اخر اللي انت تقدر تميز بيه انه ممكن الشخص المقابلك دا يعاني من الم بعضلات الوجه، بس البيشنت مالتك مقتنع انه الالم جاي من احد الاسنان العلويه اللي دا يسبب المشكله. LA may help this patient and the surgeon in this situation to eliminate the tooth as the case of pain and may thus avoid unnecessary treatment. يعني ممكن انت اذا استخدمت اللوكال انستيزيا هنا وانت البيشنت مالتك مقتنع بس انت شاك، اذا استخدمت اللوكال انستيزيا وقدرت تعرف انه لا الالم ما جاي من السن هذا الابر وممكن يطلع من عضلات الوجه، انت هنا اذا رحت قلعت السن اللي ديشكي من عند البيشنت على فرض، ممكن انت هنا لجأت العلاج غير ضروري. ليش؟ لانه ما حل المشكله، يطلع الالم بالاخير عضلات الوجه وانت خسرت سن ممكن يكون هيلثي. زين. ثيرابيوتيك كنوع من انواع العلاج. LA أو local anesthesia can constitute part of a treatment for painful conditions. يعني ممكن الحالة اللي انت دا تواجهها يكون الألم كلش فظيع، فبالتالي انه البيشنت اذا جايك وعنده ألم كلش فظيع انت على الأقل على مود يقدر يهدأ ويسيطر على ألمه، تعطيه local anesthesia لحد ما نلقى العلاج المناسب له او نحوله على دكتور معين. For example the use of a block technique to eliminate the pain of dry socket. ممكن احنا نلجأ استخدام التكنيك مال البلوك على مود نقدر انه نمحو التأثير او الالم مال الدراي سوكت، لان الدراي سوكت كلش مؤلمه، فعلى ما احنا نعالج الدراي سوكت راح نعطيه الثيرابيوتيك انستيزيا اللي راح توخر لنا هذا الالم ويقدر على الاقل البيشنت يتحمل وعلى ما يلقى له الحل لهاي المشكله. Blocks of the inferior alveolar nerve والmental nerve or infraorbital nerve can also be used for the treatment of trigeminal neuralgia when breakthrough. يعني ممكن احنا نستخدم البلوك علما للانفيريور اليفيلار نيرف والمنتال نيرف والانفرا اوربيتال نيرف من يكون البيشنت مالتنا دا يعاني من الم بالترايجيمينال نيرولوجيا او الم عصبي وين بالترايجيمينال نيرف نفسه، من يبدا عندنا الالم يشتغل، فنستخدم اللوكال انستيزيا على مود انه ساعده يتحمل هذا الالم او حتى يتخلص من هذا الالم حتى لو بشكل مؤقت لحد ما يلقى علاج للترايجيمينال نيرولوجيا، وبالتالي انت ساعدته انه يتخطى هذا الالم. زين. بري اوبراتيف بالنسبه لانه قبل ما انه نبدا بالعمليه مالتنا الدنتال سيرجري او القلع بشكل عام لازم احنا نستخدم اللوكال انستيزيا اكيد. The completion of pain-free operation is by far the most common use of LA, providing an effective and safe method for almost all outpatient dentioalveolar surgical procedures. يعني بشكل عام على مود انت تقدر تكمل فد عملية بعيادتك او حتى عملية قلع بعيادتك، يعني اكثر شيء راح تقدر تستخدمه على مود تحصل على افضل نتيجة ممكنة انه انت تستخدم اللوكال انستيزيا. ليش؟ على مود البيشنت مالتك ما يحس بألم السيطر عليه، على مود هو يظل مسترخي وانت تشتغل على راحتك، ويكون اصلا هذا البروسيجر سيف، ما تعرض البيشنت مالتك الألم ما له داعي، وهماتين تسيطر على البيشنت مالتك هو قاعد يعني وما دا يحس لا بألم وانت على راحتك وبدون ما هو يعني اصلا يقوم يسوي ريفلكشنز ما له داعي يوخر وهاي اكيد لان حقه دا يحس بألم. فبالتالي
هو يعتبر افضل وسيله او اكثر شغله شائعه الاستخدام او دائما تقريبا قلنا almost completely used اللي هو اللوكال anesthesia pre-operatively. It can in junction with the sedation technique allows more difficult procedures to be carried out without the additional risk of general anesthesia. يعني ممكن انت راح تلجأ الى شغلتين، انه اذا كان الدنتال بروسيجر مالتنا صعب راح نقدر نلجأ بهاي الحالة على مود انه نبتعد عن الجنرال انستيزيا، انه نستخدم السيديشن اللي هو قلنا عليه شنو هو جماعة الكوكايين، انه راح يدخله بوضعية انه هو مسترخي عقليا، وتستخدم تستخدم لوكال انستيزيا يعني تخدر المكان موضعيا هماتين، يعني انت لجأت الشغلتين على مود تتجنب الجنرال انستيزيا وتسيطر على البروسيجر الصعب. And this is particularly of value in patients with significant cardiovascular or airway disease. يعني انت هنا راح تتجنب الجنرال انستيزيا، انت هنا ممكن هذا الشيء راح يفيد جماعة امراض القلب وهماتين جماعة الايرواي ديزيز اللي عندهم امراض بالجهاز التنفسي. adjunct to general anesthesia ممكن تستخدمه بجوار الجنرال انستيزيا اللي هو اللوكال انستيزيا. شلون؟ LA is also given to patients undergoing oral and maxillofacial surgery under general anesthesia. This serves the following purposes. ممكن راح نعطي البيشنت مالتنا تخدير موضعي بجانب التخدير العام إذا هو داخل تخدير عام حسب العملية اللي نسويها. ليش؟ It reduces the depth of general anesthesia needed. يعني ممكن احنا حنقلل جرعة الجنرال anesthesia ونخلي local anesthesia، بالتالي كمية الجنرال anesthesia كل ما كانت أقل كل ما أحسن، واللوكال انستيزيا بشكل عام هي اقل خطوره بهوايه من الجنرال انستيزيا. زين. It reduces the arrhythmia during surgery when significant stimulation is taking place, for example when a tooth is being elevated. يعني انه انت ما راح تستخدم الجنرال انستيزيا اذا كانت كميتها هوايه راح تسبب الريثميا اللي هي عدم انتظام دقات القلب يعني بشكل مخربط، فبالتالي اثناء عمليه الدنتال سيرجري مهما كانت يعني انت تشتغل سيرجري على الجو او هو يعني ماكسيلو فيشيال بشكل عام، اذا احنا نريد نسوي فد شغله كلش مهمه اثناء هاي العمليه، مثل انه احنا نقلع سن هنا الرثميه نقول بريك ثرو انه راح تبدا عندنا الرثميه، فاحنا شو نسوي؟ نعطي لوكال انستيزيا. ليش؟ لانه راح يسوي عندنا اللوكال هيموستاسيس، راح يقلل النزف، وبنفس الوقت ما راح نحتاج كلش كميه هوايه من الجنرال انستيزيا. زين. It provides local hemostasis to the operative site. يعني راح تساعد انه المكان اللي احنا دا يصير ممكن عندنا نزف بيه ما راح نستخدم اللوكال انستيزيا، راح تسيطر على النزف. ليش؟ لانه اللوكال انستيزيا عندها خاصيه تسوي فاسو كونستركشن، يعني تضيق الاوعيه الدمويه، بالتالي تقلل كميه النزف اللي دا يصير عندنا. provides immediate post-operative analgesia. يعني راح توفر لنا بعد ما انه الشخص كمل العمليه وممكن دا يريد يقعد، انت راح تستخدمها كوسيله انه تخدر الالم بهذا المكان على الاقل حد ما انه يبدا الالم يرجع له، بس مو بكلش قوه مقارنه من اول ما يقعد. ممكن هو ينصدم اول ما يقعد انه شنو هذا الوجع شويه صعبه، فانت تعطيه انت لوكال انستيزيا. زين. بوست اوبراتيف يعني انه بعد ما كملت العمليه. After surgery with either local or general anesthesia, the continuous effect of the anesthesia is the most beneficial way of reducing patients' discomfort. يعني انت بعد ما كملت العمليه اللي تحت التخدير العام او سواء تحت التخدير الموضعي كذلك، ممكن احنا البروسيجر اللي سويناه بعد ما انه كملناه وخلاص، يعني ممكن البيشنت من تكمل العمليه وبدا يزول تاثير اللوكال انستيزيا ممكن يكون يعني حرفيا شغله كلش مؤلمه حسب البروسيجر احنا اللي سويناه، فعلى مود احنا نعطي فد ريليف للبيشنت او نحسسه بارتياح حتى بعد ما كملت العمليه، نعطي لوكال انستيزيا. It helps to reduce or even eliminate the need for stronger systemic analgesic. يعني راح تقلل من احنا نلجأ لاستخدام مخدر يعني مخدر للالم فقط، ممكن يأثر بشكل سيستميك يعني، ويكون نوعا ما احنا ما نحتاجه، نستخدم لوكال انستيزيا احسن من ما انه نلجأ لهذا الخيار. contra indications of local anesthesia. مش وقت انه احنا ما نستخدم اللوكال انستيزيا، يعني عكس اللي كنا دا نحكي فوق. These can be divided into two groups. احنا راح نقسمها الجزئين. Absolute contraindications يعني انه على الاطلاق ما راح نستخدم اللوكال انستيزيا. History of allergy to local anesthetic agent. ممكن تكون الشخص عنده حساسية لللوكال انستيزيا. Local anesthetic agents belong to the same chemical group should not be used. يعني عندك اللوكال انستيزيا او التخدير او المواد اللي تدخل بالتخدير الموضعي اللي تنتمي لنفس المجموعة ما المفروض انه احنا نستخدمها. However, LA agents in the different chemical group can be used. For example, if the patient gives a history of allergy to an ester local anesthetic agent,
an amide LA agent should be used. يعني اذا الشخص الفلاني مالتنا دي يعاني من حساسية تجاه فد مادة موجودة بالمادة المخدرة بدنا نستخدمها، فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نتجنب انه نستخدم هاي المادة اللي تحتوي على هاي المادة اللي تسبب الالرجي اللي ممكن تكون احيانا فيتال يعني اذا ما دخلنا. فبالتالي ممكن اذا شخص يعاني مثلا من الرجي للاستر اللي بتكون ممكن موجودة باللوكال انستيزيا، هنا راح نستخدم لوكال انستيزيا لكن بها امايد على مود احنا نتجنب هذا البيشنت تصير عنده الالرجي وتعال حير بيه مثل ما هذا صاير بيه، عنده اوديما صايره بعينه وحتى يعني بوجهه بشكل عام صار عنده الرجي من هذا الشيء. history of allergy to other constituents of the local anesthetic solution، يعني ممكن عندنا البيشنت هو ما راح يتحسس من الايجنتس، راح يتحسس من السولوشن نفسه. when the patient has a history of allergy to any of constituents of the LA solution it should be avoided. a different type of solution should be used. ممكن يعني البيشنت مالته من ناحيه يجي يقول لك ترى انا يعني كان الخلل لا من الاستر ولا من الامايد، يكون شيء يخص المحلول اللي موجوده به الانستيزيا مالتنا، يعني الايجنتس اللي موجوده بالمحلول قلنا اللي هي يا اما الامايد او الاستر هذاني ما به المشكله، بس يكون السوليوشن اللي يحتوي على الاستر او الامايد هو اللي دا ياثر لنا على ردة الفعل الالرجي. فبالتالي اذا البيشنت مالتك عرفها ونبهك انت لازم تتجنب استخدام هاي السوليوشنز الموجوده بهاي اللوكال انستيزيا. زين relative contra indications، يعني عندنا بعض الشغلات اللي احنا ما راح تخلينا نستخدم اللوكال انستيزيا. uncooperative patient، يعني البيشنت مالتك غير متعاون. such as mentally retarded patient، يعني البيشنت مالتك حرفيا متخلف، مو متخلف يعني بس نقصد انه يكون يعني ما مسيطر عليه من ناحيه عقليه، يعني خاف من الابره فرد انه بيدفعك هاي، فيعني شويه هنا انت ما راح تقدر حرفيا تعطيه لوكال انستيزيا، لازم تلجا الحل اللي هو سيديتيف لوكال انستيزيا. فيعني اذا قالت لك شنو الحل الانكوبريتيف بيشنت انت شلون راح تخليه منتلي ريلاكسد؟ راح تعطيه سيديتيف يعني الطريقه اللي راح تخليه يرتاح منتلي. فعندنا همتين بي presence of acute inflammation or suppurative infection، ممكن تكون عندنا فد التهاب كلش حاد او ممكن تكون الانفكشن مالتنا اللي موجوده تعيق انه اللوكال انستيزيا توصل. at the site of injection to avoid the spread of infection with the passages of the needle from the abscess area to the deeper tissue. يعني انت ما راح تدخل النيدل، ممكن هذا المكان اللي بيه انفكشن اثناء ما تدفع النيدل طبت بالمكان اللي بيه انفكشن اللي على سبيل المثال الابسس بعد ما انت يعني دخلت المحتويات مال النيدل بهاي الابسس اكيد راح تندفع النيدل ديبر، راح تطب التشيو لي جوا اعمق بعد، يعني تعبر الابسس بهوايه فراح توصلها انت الاماكن اعمق من المفروض توصل، بالتالي راح تنتشر العدوى، وهذا الشيء ما لازم احنا نسويه، لازم نعالج بنوع الانفكشن. patient with a significant medical disease، البيشنت اللي يعاني من امراض تكون كلش سيريس مثل ايش؟ such as cardiovascular disease، يعني شخص عنده امراض قلب. hepatic dysfunction، ممكن عنده الكبد ما يشتغل فبالتالي الميتابوليزم مال الدواء ما راح تصير. renal زين عندنا الرينال ديسفانكشن بحاله هماتين انه الشخص عنده الكليه واقفه، بالتالي هماتين الميتابوليزم ما راح يصير ببعض انواع طبعا اللوكال انستيزيا، حسب اللوكال انستيزيا وين يصيرها الميتابوليزم مالتها. وعندك كلينيكال هايبر ثايروديزم، الشخص اللي عنده غده درقيه نشطه بزياده واكسترا، بعض من الامراض هماتين اللي انت ممكن تسوي لها اكسبشن ما تشتغل ابد لوكال انستيزيا. عندك major surgical procedures، يعني انه تكون عندك هاي العملية تحديدا ما راح تشتغلها local anesthesia للأسف، تلجأ needs to be done under general anesthesia، فراح تلجأ للجنرال anesthesia بدل local anesthesia. عندنا هسه آخر شيء بالمحاضرة هاي اللي هي advantages of local anesthesia، شنو الفوائد انه انت تستخدم local anesthesia عن غيرها. less expensive than general anesthesia، يعني ارخص اكيد من التخدير العام. No special preparation of the patient is needed as in GA، يعني انت ما راح تحتاج تخلي البيشنت مالتك يستعد للانستيزيا اللي انت دا تسويها مقارنة بالجنرال انستيزيا. يعني الجنرال انستيزيا ممكن يقول لك لا تاكل كذا فترة، او مثلا لا تسوي كذا اكتيفيتيز بهاي الفترة، يعني تبتعد عن كذا امور، بينما بال LA او اللوكال انستيزيا ما راح تحتاج هاي الامور. No complicated apparatus is needed، يعني ما راح تحتاج الى يعني شغلات او equipment مثل ما يقولون هواية على مود تسوي هذا الاجراء. less complication rate than GA، يعني عندك اقل تعقيدا بهواية اميانا من الجنرال انستيزيا، يعني لو البيشنت ما يقعد لو ما يقعد بالجنرال انستيزيا يعني حسب.
وهنا لا يعني تعقيدات اقل. The patient remains awake with no need for aftercare. يعني بشكل عام عندنا المريض مالتنا هنا راح يظل قاعد وانت دا تراقبه، وكذلك هو حاسب نفسه وبدون ما انه انت تحتاج تعتني به بعد العملية لان هو صاحي. can be used if GA is contraindicated the patient is unfit for GA. ممكن انت راح تستخدم له اللوكال انستيزيا بدال الجنرال انستيزيا. ليش؟ لانه ممكن البيشنت مالتنا ما يناسب الجنرال انستيزيا اصلا. Anesthetist and other additional trained personnel are not required. يعني الشخص المختص بالتخدير وهماتين الاشخاص الاخرين اللي ممكن مختصين بمجال التخدير ما لهم اي داعي. ليش؟ the technique is not difficult to master. بشكل عام لأن التكنيك مالتنا هو مو صعب على مود انت تقدر تضبطه، فيعتبر اللوكال انستيزيا التخدير مالته بشكل عام سهل مقارنة بالجنرال انستيزيا. هذا كان كل شيء المحاضرة اليوم، اتمنى كل شيء واضح. اللي عنده سؤال يقدر يسأل، وبالتوفيق للجميع.